مرحبا احلى عائلة، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشاهدوا فيديو اليوم. فيديو اليوم يا جماعة رح يكون عن موضوع عن المولد النبوي الشريف. بس قبل ما نبلش بهذا الفيديو يا جماعة لا تنسوا انكم تحطوا لي لايك كتير كبير لهذا الفيديو، كمان انكم تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي رح يظهركم على الشاشة. ايضا يا جماعة لا تنسوا انكم تضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء انا بنزله على قناتي. ويلا نبلش بهذا الفيديو. ولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين في يوم 12 من ربيع الأول من عام الفيل، حيث أضاء بحسنه مكة المكرمة التي ولد فيها، فكان بشرى لأمه آمنة بنت وهب وخير خلف لأبيه الهاشمي المتوفى عبد الله بن عبد المطلب، ومصدر فخر وسرور لجده عبد المطلب الذي تبناه بعد وفاة أمه، ثم ولي أمره لعمه أبي طالب من بعده. يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يقدم المسلمون له صلواتهم ودعاؤهم وحبهم من أن ينالوا شفاعته يوم القيامة، وأن ينالوا شرف رؤية وجهه الكريم. فالنبي الأعظم يا جماعة يرتوي من يرى وجهه بالخير والإيمان والطمأنينة، ويشعر القلب خير يملأ جنابته بمجرد أن يتذكره. فلذلك يا جماعة فإن اتباع سنته وسيرته هي أعظم ما يمكن أن يقدم له المسلمون. قد حلقات الذكر في المساجد، وفيما تعلو بعض الترنيمات بالمدائح النبوية العذبة، وتنصب الخيام التي تعج بأصنام الحلويات والسكاكر لعاداته وتقاليده المتعارف عليها. فهذا المتشبك يا جماعة ببهجة ألوانه وحلاوة طعمه يبهج الناظرة ويسر الآكلة يا جماعة. هذا كان فيديو اليوم، وأتمنى أنه يكون هذا الفيديو عجبكم. لا تنسوا أنكم تحطوا لي لايك كتير كبير لهذا الفيديو، كمان أنكم تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر اللي راح يظهركم على الشاشة، وكمان لا تنسوا أنكم تضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء أنا بنزله على قناتي. وأنا بدي لكم باي.